التحضير اللي فاتت، الجزء اللي فات ده كان حاجه، 8 اسابيع الاخرانيين دول حاجه. انا بلعب لك بس عشان اركز على الاماميه، فهنزل رجلي على البلاتفورم بتاعت بحيث ان انا سكوات بيتي تعدي مش تيجي. بس يا باشا الخلفيه دي ما كانتش موجوده السنه اللي فاتت. لا الجايه ما فيهاش زياده. عجزنا يا عم مارك والله، عجزنا بس من السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فلوج جديد. فلوج النهارده احنا في دنجن جيم كابتن عبد الله العوضي، طبعا غني عن التعريف، من اجمد الجيمز الموجوده في دبي، من اجمد الناس كمود وكمكان وكمكن وكناس وككل حاجه. فالنهارده مستضيفينا هناخد تمرينه رجل لذيذه، بس قلت قبل ما نبتدي تمرينه الرجل نديكم كده ابديت سريع. فاضل 8 اسابيع على دول 7 دول 8 8 اسابيع اللي بتضحك عليها مره. 8 اسابيع على البطوله الاولانيه اللي هنلعبها ان شاء الله، نلعب بطولتين او اكثر. هنلعب حاجه في اول اسبوع في 12 وهنلعب حاجه في اخر اسبوع في 12، ده الخطه يعني لغايه دلوقتي. دعواتكم. الوزن نزل، احنا دلوقتي 93 كيلو. الويت يعني الوزن المفروض الويت كاب بتاعتنا او كده كانت 94، فاحنا تحت الوزن. احنا بنحاول دلوقتي ننشف ونحافظ على العضل او نكبر شويه اذا عرفنا. بس ده اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي. الاكل طبعا عمال بيقل، الرز عمال بيتشال وكل النشويات عماله بتتشال والتمرين بيتشد والنوم بيقل، ودخلنا بقى في الجد بقى. الثمان اسابيع الاخرانيين دول هم اللي هيبان فيهم الكونديشن اكتر. يمكن السنه اللي فاتت عشان ما كنت اكلي اقل من بدري اكتر، فكنت على 8 اسابيع انشف، بس كنت اقل من كده تقريبا بحوالي 10 كيلو. فالسنه دي ان شاء الله يعني نبقى في تطور حلو. مش هتطول اكتر من كده. تمرينة رجل لذيذه في الدنجن، وبعد كده نخلص ونعمل لكم شويه بوزنج كده نفرجكم ايه المستوى وصل لحد فين. يلا بينا. هنسخن بس الاول. هنسخن هاك سكوات ليج بريس، خلفيات. هنسخن الاول ونلعب بعد كده ليج هاك سكوات. بحب العب الهاك سكوات في الاول عشان يبقى لنا لسه فينا صحه. بحب اسخن في الاول كده بالليج اكستنشن، بامب شويه كوادز، وبعد كده نخش على الهاك سكوات، لان الهاك سكوات بتبقى اتقل موفمنت، فبحب العبها الاول. نلعب بيلد اب، نلعب مجموعه واحده لغايه فيلير توب سيت، وبعد كده نلعب مجموعه ثانيه ننزل الوزن ل 80% مثلا، او 60% او 70%، ونلعب مجموعه كمان، وبعد كده 3 مجاميع ليج بريس. وبعد كده نرجع نخلص هنا بقى 3 مجاميع هيفي، وبعد كده نخش على الخلفيات والضمه والسمانه وبس. ولو فينا صحه بقى نلعب ابس في الاخر. هو هو ما بقول لك هم 8 يعني. التحضير اللي فاتت كان الجزء اللي فات ده كان حاجه، والثمان اسابيع الاخرانيين دول حاجه. وبعد كده الثمان اسابيع دول بيتقسموا لثلاثه اللي هم جايين دول بيبقوا برضه اوكي، والخمسه الاخرانيين دول دمار. ما كان لازم انا بتمرن مرتين في اليوم. النهارده انا هاخد تمرينه واحده عشان بنصور، بس انا بتمرن مرتين في اليوم. فما بتمرن مرتين في اليوم الكارب بيبقى في وجبه زياده فيها حوالي مثلا 80 جرام كارب. اما 5 ويكس اوت او 6 اسابيع، لما فاضل 5 6 اسابيع هنرجع بقى تاني نتمرن مره واحده، عشان الاكل بقى هيبقى اقل جدا وعايزين ننشف، فهنرجع تاني تمرين واحده، فالاكل هيقل تاني. احنا بنعمل كده في نفسنا عشان نشتكي يعني. بس انا برضو خدت بالي ان انت جاي ان هو اسمه ايه ده، كول. ده بلاك بانثر، وده افنجرز، وده كول عشان هذا كول، ودونت بيس، ستار وورز، وجي عشان جوريلا او جابر يعني زي ما انت عايز. ليه بقى بلبس كروكس؟ عشان احنا في يوم الرجل نقلع الجزمه ونلبس الجزمه، ونقلع الجزمه ونلبس الجزمه. في حاجات بنلعبها حافين، فايه تبقى اسهل شويه، بتحشك من الشبشب شويه يعني، بس ايه بتدي نفس المفعول. وانا من النوع اللي بخلي رجل اخر حاجه في الاسبوع، يعني بلعب بوش بول ليجز. يوجولي زمان كنت بلعب رجلين في الاول، دلوقتي بلعب رجلين في الاخر، عشان ابقى عارف ان انا بكره مش هعمل حاجه، فارمي نفسي تحت على الوزن بجد. اما بتبقى هتقدر في اول اسبوع انت بتبقى راجع من ريست، بس برضه بتبقى عامل حساب ان انت لسه فاضل لك يومين تمرين ومحتاج تمشي فيهم وكده وبتاع. انما انا عارف ان انا بكره هاخد وضع خالتي على السرير وعلى الكنبه. ايه
يعني بقى ده خبره. خبره برضه، خلي بالك، خبره. حاول تسيب ايه نفسك على قد ما تقدر. لما كنت الشباب واخدني بقى كنت برجع بقى اول يوم في الاسبوع، يلا رجلين نبتدي الاسبوع بتاع، افضل ازك بقى اليومين التانيين، فاهم قصدي؟ في البوش بول بلبس جزمه ويت ليفتنج عشان كعبها عالي. يعني الكعب العالي ده انت لو انت بنقعد سكوات وتطلع تطيف في رجل صوابعك، هي اوريدي رافعه كعبك، فانت مش محتاج ترفع كعبك من على البتاع، فبتدي بوزيشن احسن في السكوات، وتخليك تعرف تنزل ديبر، وتخلي رجلك على البلاتفورم طول الوقت. محبش اضيع وقت كتير في الاوزان. سخنت اماميات مع كل وزن 4-5 عدات عشان اسيف الباور بتاعتي، لان انا بلعب مجموعه واحده وركينج سيت اللي هي تبقى عاليه جدا، اللي هي تبقى 8-10 عدات ماكسيموم، وبعد كده بريح دقيقتين 3، وبعد كده بنزل بالوزن العب بقى مجموعه تبقى من 12 عده مثلا بتاع، تبقى اسمها باك اوف سيت. فما بحبش بقى اقعد كل مجموعه مالي على 5 ست بكل وزن 10-12 عده. طب انا خلصت كل اللي في التانك. هي برضه مش بلبس الحزام من اول مجموعه عشان احاول اعتمد على الكور بتاعي، بدل ما الكور بتاعي مش اكتف واخش على وزن تقيل مره واحده. فبلعب بقى المجموعتين 3 وابقى شادد بطني واتاكد ان الكور اكتف، وبعد كده البس الحزام عشان يساعدني في المجموعه التوب سيت. الناس كلها في الجيم تبقى عايشه بقى، في شباب بيخش لابس الجيم من حزام اصلا، لابس حزام في الجيم من باب الجيم اصلا. لا، ما انت كده رابط نفسك عشان خايف من الاصابات، بس انت عمر ما الكور بتاعك هيبقى قوي. لازم الكور بتاعك يبقى قوي، انت تشغله تاكتفه، تلبسه في الحاجات التقيله قوي، بس ان انا ببقى خايف على نفسي ان انا يجي لي حاجه. Moin. 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 يا اختي لازم ابطل اقول يا اختي بتاعت خالتي، يا اختي اللي بتاعت خالتي اللي انا بقولها بعد كل مجموعه دي. الحمد لله ان احنا في دبي محدش بيفهمها. يا اختي، يا اختي اللي انا بقولها بعد كل مجموعه دي حاجه زباله. شحت زي يقول يا اختي. طب احنا لعبنا كده البرايمري سيت او التوب سيت، يعني اللي بنلعبها اللي هي واحده مجموعه تقيله 8-10 عدات. دلوقتي نزلنا 25 او 30% من الوزن، هنلعب مجموعه باك اوف سيت. هدفنا ان احنا نجيب عدات اكتر بوزن اقل، وبعد كده نخش في التمرين اللي بعدها. طيب نفس القصه في الليج بريس. انا بلعب الليج بريس عشان اركز على الاماميه، فهنزل رجلي على البلاتفورم بتاعت بحيث ان انا سكوات بيتي تعدي مش رجلي. برضه نفس القصه، كل انا عايز اركز على الاماميات، عايز اركز على الجلوس اكتر. الدواخل هطلع رجلي فوق. انا عايز هنا ده تمرين بالنسبه لي تمرين اماميه. هنا بجيب رجلي
لغايه صدري، تبقى هنا ركبتي بتعدي مشط رجلي، بعمل استطاله الاماميه، بعد كده اماميه في الجو. ما جوش يبقى شوين بس في الجيم من يومين كنا قاعدين نتكلم، وكانوا بيتكلموا على ازاي ان يعني انا مثلا اتربيت في جيل، انا جيت في ناس سبقتني في مجال، مثلا ناس سبقتني في مجال ما كانش عندهم علم اكتر حاجه، بس برضه الناس فتحوا لنا الطريق، فاهم قصدي؟ الناس فتحوا لنا الطريق وابتدوا قبلينا، اتعلمنا منهم حاجات وكده وبتاع. انا عامه اي حد بيسبقني او اي حد اكبر مني او حتى اصغر مني انا بكبره، عشان انت لما تكبر الناس تكبرك. مش كده بقى ان في شباب كتير في الجيل الجديد السوشيال ميديا لازم اول ما يطلع يبتدي يقل ادبه على الناس. في انت يعني اول حاجه انت لسه صغير، لما تكبر هتفهم اللي انت بتعمله ده غلط، بس الجو ان انت عايز تطلع على كتاف الناس التانية ده ما ياكلش عيش. يعني ناس هتيجي تتمرن معاك او هتيجي تشتري منك او عايزه تشتغل معاك او عايزه كده عشان انت راجل محترم، دمك خفيف، بتقدم علم، تعامل مع الناس كويس، مكبر الناس. اما تبقى بني اساس صلب ده اللي الناس بتعرف ترتكز عليه بعد كده. لما جو ان هو انا طالع مش باين، فاشوف مين ده كبير احاول الطش فيه، او ده كبير احاول اقص فيه، ده ما يوكلش عيش، ده بيتنسي. ده زي الجرايد، عارف الصحافه الصفراء، ما اعرفش انتوا عندنا ايامكم الصحافه الصفراء كانت على ايامينا احنا لصدور الامه والحاجات دي وبتاع، كانت يطلع يقول لك شاهد رجل اعمال مش عارف عمل ايه مع مين وبتاع، ولا حد فاكر صوت الامه ولا حد فاكر الناس دي. شوف فيش غير الشغل الصح هو اللي بيه. الست رقم 2 زياده المره الجايه. ايه؟ هتزود المره الجايه؟ زودنا طريقتين، فهي دي فيها زياده انما الجايه فيها زياده. ده السؤال. هي لا الجايه ما فيهاش زياده، الجايه ما فيهاش زياده. يلا بينا. يلا يا اخوات، بسم الله. يا لهوي. لا مش نفسنا كده والله، لا مش نفسنا كده والله، لا مش نفسنا كده قوي. نرجع نشتكي قبل ما نخش على حركة أماميات اللي هي الليج اكستنشن. نلعب بولجاريان. عندنا ميزة إن في الدنجن عندهم الحتة دي. في البولجاريان بقى يا جماعة، إذا أنا طلعت رجلي قدام ونزلت كده أنا بحمل على الجلوتس. ليه؟ لأن زي ما قلنا في بقية التمارين ركبتي مش بتعدي مشط رجلي. هنا الأمامية شغالة بس الحمل معظمه على الجلوت، بزق بالجلوت. إنما لو عملت كده رجعت رجلي ورا، رميت رميت وزن جسمي قدام، ركبتي بقى بتعدي مشط رجلي، وزني قدام كده، بقى الستريس اكتر على الاماميه. الجلوت شغاله بس الاماميه هي اللي شايله معظم الحمل. اخر حركه اماميات 3 مجاميع 8 ل 12. خليها في الاخر، ممكن جبنا ضيعنا الصحه في الحاجات التقيله. كده كده الليج اكستنشن بتيجي يعني، فكده هتوصل لفيلير اسرع بكتير. ثانك يو اماميات. هقول لكم على السر في الخلفيات. انا ما بلعبش ديد ليفت خالص. انا خلفياتي كبرت
لما بقيت العب خلفيات بس. بلعب خلفيات شكلين او ثلاثه على حسب الصح، قاعد لينج وستاندنج. اذا موجوده، مش موجوده هنلعب الشكلين بس. هوريكم الصوره. بس يا باشا الخلفيه دي ما كانتش كلها ما كانتش موجوده السنه اللي فاتت. حط لهم الصوره يا ماركو بتاعت البيفور والافتر في التصوير هنشوف. laying leg curls seated leg curls، واذا في واحده standing ثانك يو. بس العبها بجد وعلى اوزان، العبها تلفيليا بس. الديد ليفت بالنسبه للبودي بيلدرز حاجه اسمها ريسك تو ريورد ريشيو. انا هستفاد قد ايه من الحركه اللي انا بعملها مقابل الخطر اللي انا بحط نفسي فيه. فالريسك بتاع الديد ليفت عشان نلعب اوزان عاليه وبتاع، طق ظهري، طق مش عارف ايه، طق كده، فهتقعد قفني كتير. بدلها خلفياتي، العبها صح، فولي كونتاكت، دايما ديتنشن، اوزان وفيلير. ثانك يو. انا بحب العب خلفيات وانا ظهري مش لامس. يعني بلعب كده يعني لو انا ظهري مش لامس بس ظهري ستريت، بعرف اجيب استطاله اكتر في الهامسترنج بتاعي. تاني شكل لعبنا على القاعد لينج، نفس القصه برضه 3 في 8 ل 12. How much is it? Bro, what? You're doing squats on the Smith machine? Squats on the Smith? هناخد مجموعه ايه. اوه عجزنا يا عم ماركو والله، عجزنا بس من قاوح. ايه بقى؟ هان دواخل وسمان. اوف هي هانت. اهم حاجه يا جماعه، كل الناس بتفكر ان الرجل بتيجي من بره بس، امال ايه اللحمه دي كلها؟ دي اللي بتدي عرض. بس هي الفكره بقى ان انت بتعرض ازاي. هي كل الناس دايما مهتمه بدي، مش فاهمه ان الحجم بيجي من ناحيتين. دي بتدي شكل اكبر، عرض اكبر للرجل بكتير. السمانه شكلين بالنسبه لي، شكل رجلك مفروده زي ده، وشكل رجلك متنيه. هو ده فعلا هو ده كده خلصنا تمرين. هو ده خلصنا تمرين.
تمرين رجل سيشن بوزنج سريع 8 اسابيع. دعواتكم ربنا يتمها على خير. البطوله السنه دي تبقى اكبر. نلعب واحده ميديوم في الاول، نلعب واحده اكس ال في اخر السنه. فدعواتكم بس ان شاء الله نوصل بس السلام كونديشن كويس. فاكر احنا دلوقتي وصلنا للحجم الحمد لله حلو. مشكله بقى في النشفان، مش مشكله، النشفان محتاج وقت. 8 اسابيع نخلصه. دعواتكم اشوفكم الاسبوع الجاي. السلام عليكم.